كده عندي 4 دروس و3 يبقى كده 7، يعني سهرية ساعة بيس يا مان. ده أنا بص 12 ساعة مذاكرة، ده أنا هقعد مصطفى أوضة وساعة زغلول في البيت. بس اصبروا اصبروا. بس ده أنا مش عارف هعمل إيه. A few minutes later. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم عن مشكله كبيره جدا بتقابلنا اثناء المذاكره، وهو ان انا داخل بطاقه والدنيا فله وداخل اكسر واحل واذاكر 30,000 كتاب وابص الاقيني هوب رحت نايم. ده اللي بيحصل مع 90% من الناس، اذا ما كانش 99 يعني، ولكن انا بقول 90%. طيب علشان نعالج المشكله دي لازم نعرف ايه اسبابها. وزي ما بيقول كده المثل الريفي بيقول ايه؟ يعني في مثل في الريف يعني بيقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. يعني انا دلوقتي لو عرفت اسباب المشكله هعرف الحل بتاعها، مش هتعجب. فانا خلاص عرفت الاسباب، هحاول اوجد حلول للاسباب دي فالمشكله اتحلت. ولكن ثاني قبل ما نقول بقى الاسباب والمشاكل والحل والكلام ده، ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب الاجمل عشان اي حاجه تنزل تتابعها على طول. وما تنساش كمان اخواتنا من دعوه جميله ان ربنا يفك كربهم وينصرهم ويعدوا الفتره دي على خير. اول مشكله معانا وهو وقت النوم الطبيعي. ناس كتير جدا بتخلط بين وقت النوم الطبيعي والنوم الكتير. النوم الطبيعي 8 ساعات 7 ساعات، اقل حاجه 6 ساعات. ما ينفعش تنام اقل من كده، لان انت ممكن تستحمل اسبوع 2 شهر 2، ولكن على المدى الطويل مش هتقدر، وكده انت بتضر صحتك. فخلي بالك من 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات لو قدرت، اي حاجه من الثلاثه على حسب يومك ماشي ازاي. يبقى انت اول حاجه لو ما خدتش وقت نوم كافي مش هتقدر ان انت تذاكر، لان انت ممكن تيجي تذاكر تنام. يعني انا اعرف بعض الناس يعني ممكن تفضل سهرانه لحد الساعه 1 تتفرج على مسلسلات وافلام بقى وربنا يعني يهديهم، ولكن يجوا بعد ما يقوموا يذاكروا بعد الفجر يذاكروا ساعه والدنيا تمام، بعد ساعه تلاقيه نام، مش عارف يشرب حاجه ولا يعمل حاجه، لان احنا في وقت صيام، وحتى لو في حاجه بيشربها او بياكلها هو برضه هينام. فالسبب الرئيسي والمشكله الرئيسيه هو وقت النوم الاساسي. فظبط وقت نومك زي ما قلنا من 6 ساعات ل 8 ساعات على حسب كده ايه احتياجاتك، وخد الايام رايح جاي كده، يعني يوم 6 يوم 8 يوم 7، فاهمني؟ تاني حاجه بقى المكان. يعني انا دلوقتي نايم قليل ماشي، اللي بيزيد بقى زي ما بيقولوا كده ايه، اللي يزيد الطين بله، ان انت حضرتك بتروح تذاكر على السرير وانت نايم قليل. فبسم الله ما شاء الله زي ما انا عملت كده، جيت واخد الكتاب في حضني ورحت نايم. فده اللي انت هتعمله. يبقى انت ابعد عن السرير وانت بتذاكر، ما ينفعش تقعد على السرير وتذاكر. تقول لا اصل انا بحط مكتب وترابيزه كده جنب السرير وبقعد على السرير بس، هتنام برضه. اصل انا بذاكر المكتب بتاعي ومش هتنام برضه. ابعد عن السرير، تمام؟ دي النقطة اللي بقول لك عليها. وكمان ضيف على كده المكان اللي انت فيه. يعني انا ما ينفعش مثلا اهدي الاضاءة كده واطفي الانوار واقفل البيبان واقول عشان اقعد هادي واذاكر. حضرتك انت مش بتهيئ جو المذاكرة، انت بتهيئ جو لدماغك علشان تستقنيص وتنام. فخلي بالك من المكان اللي انت بتذاكر فيه. اضاءة عالية يا حبذا بقى لو انت فتحت الشباك وشمس داخله والدنيا رايقه وقعدت تذاكر بعيد عن السرير وظبطت دنيتك كده وجيت قاعد. يبقى انت ظبطت وقت نومك. ثانيا ظبطت المكان اللي هتذاكر فيه، لان ده بيساعدك على النوم اللي هي البيئه المحيطه بيك. وبمناسبه بقى المكان اللي انت بتذاكر فيه، خليني اقول لك على حاجه تعملها كده وانت قاعد علشان ما تنامش. وانت قاعد بتذاكر ما تقعدش الوقت كامل على المكتب. يعني مثلا انا دلوقتي بذاكر درس فيزياء، تمام؟ بعد ما ذاكرت الدرس وسمعت الشرح، لما اجي اذاكر او اعيد قراءه الدرس او احفظ القوانين، قوم اتمشى في الاوضه كده والمكان اللي انت فيه، بحيث ان انت تعمل حركه وتنشط الدوره الدمويه. فما ينفعش تقعد مكانك كده الوقت كامل ان انت تذاكر. انا بقول لك يعني هو مش ضرر او حرام مثلا، او ان انت ما ينفعش بصوره ممنوعه، لا عادي. في ناس بتقعد على المكتب شغلها ومذاكرتها والدنيا معاها تمام، ولكن دي هتساعدك بصوره اكبر ان انت تحافظ على تركيزك لمده اطول. دي كده ايه بمناسبه المكان. الحاجه اللي بعد كده واللي ليها تاثير كبير جدا، وهو لو انت مثلا اكلت وجبه وبعد كده قمت علشان تذاكر. ممكن لو انت يعني بصوره كبيره لو انت متقل في الوجبه دي هتنام، تمام؟ بعد ما تشرب كوبايه الشاي زي ما بيقولوا كده احبس بكوبايه الشاي، بعد ما تحبس بكوبايه الشاي هتروح تنام.
ده اللي هيحصل. وبالذات في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده، ممكن واحد يبقى لسه قايم من على الفطار واكل اكله تمام كده، ويقوم يقول لك انا رايح اذاكر، يروح يقعد على المكتب ينام. طبعا الشخص ده استثناء، لان 90% مننا بعد ما بنفطر محدش مننا بيتحرك من مكانه. فده دليل على ان انت اصلا لما بتاكل وتظبط دنيتك كده وتحبس بكوبايه الشاي، انت ما بتقدرش تعمل حاجه. فانت لو هتذاكر حاول ان انت ما تقلش في الاكل، او على الاقل تسيب فتره بين الاكل وبين المذاكره. يعني انا دلوقتي لو عايز اذاكر المفروض بعد الفطار ما اذاكرش، واروح اصلي العشاء واصلي التراويح، وبعدين اجي ابدا مذاكره من بعد التراويح عادي. او لو انا متسحر مثلا هتسحر واصلي الفجر، وبعد ما اجي من صلاه الفجر اقعد اقول اذكار الصباح واقرا صفحتين قران وابدا مذاكره. يبقى انا كده سبت فاصل بين الاكل وبين وقت المذاكره. لان انت لو قمت من على الاكل مره واحده وشربت كوبايه الشاي بتاعتك التمام ورحت تذاكر، انت كده رايح تنام مش رايح تذاكر. الحاجه الاخيره بقى، ودي خاصه بالناس اللي هي بتذاكر في فتره الليل لو كنا في شهر رمضان، او بعد شهر رمضان، يعني لو انت بقى ايه هتذاكر في وقت الفطار عادي، وهي ان انت تخلي جنبك ازازه ميه. ازازه الميه دي بتساعدك بصوره كبيره جدا ان انت تفضل مركز، ان انت تفضل مصحصح. وكمان كوبايه القهوه ليها تاثير سحري جدا طبعا، يعني مش انا اللي هقول لكم تاثير كوبايه القهوه. عزيزي انت لو ما بتشربش قهوه فانت فاقد اشياء كتير جدا. القهوه دي من ألذ واجمل النعم اللي ربنا انعم علينا بيها. ففكره ان انت قاعد بتذاكر معاك كوبايه القهوه هتظبط دنيتك. طبعا في حاله الفطار لو انت بتذاكر بعد المغرب. انما لو انت صايم فلازم تختار وقت المذاكره كويس جدا، وزي ما قلت لك هيكون بعد التراويح او بعد الفجر، عشان ده هيساعدك بصوره كبيره ان انت جسمك يبقى لسه مصحصح ومركز وتقدر تذاكر فتره طويله وتحصل كميه اكبر. وصلت لحد هنا بقى حابب افكرك بايه من القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ايا كانت ذنوبك، ايا كان تاثيرك في المذاكره، ايا كان تقصيرك في الكورسات اللي انت بتاخدها او في الكليه او في اي حاجه انت بتعملها في حياتك وحاسس ان انت مقصر، فافتكر دايما ان في امل. افتكر دايما ان ربنا سايب لنا الباب مفتوح دايما، ان اي حد يرجع لربنا ويقول يا رب وفقني، يا رب ييسر لي كل حال، اكيد ربنا هيوفقه. فاجتهد ونية خير وابدا وقول يا رب، وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك ويكتب لك كل خير. في اخر الفيديو بقى ما تنساش لايك جميل وسبسكرايب اجمل، وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء، ونلتقي باذن الله في فيديو جديد.